الحملات اللي بتشنها وزارة الداخلية كل يوم على تجار المخدرات في كل ربوع مصر مش من شيء شوية. كمان حملات التوعية اللي بتقوم بيها الدولة، وده لأن المخدرات أخطر شيء على الشباب. المخدرات زي ما انتوا شايفين بتضيع اللي بيشربها وبتحوله من إنسان لحاجة بتشبه الكلب المسعور اللي عمال يصرخ ويعمل حاجات غريبة. المشهد الصعب ده يقطع القلب فعلا. شاب لسه صغير في منطقة فيصل بالجيزة مشي في سكة المخدرات، وخاصة الأنواع الجديدة اللي بيطلقوا عليها الآيس والبودر واللي بتدمر اللي بيشربها بالفعل. الشاب شرب جرعة مخدرات ومرمي في الأرض عمال يتلوى ويعمل أصوات غريبة. شكله صعب ومرعب ويحزن أي حد ويقطع القلب كمان. رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا الفيديو وقالوا إنه من فيصل بالجيزة، وطالبوا رجال الشرطة بضبط الشاب ده ووضعه في مصحة للعلاج من الإدمان، وكمان يعرفوا مين اللي بياخد منهم مخدرات ويقبضوا عليهم. الفيديو أثار حالة من الغضب بين الأهالي بسبب خطورة المخدرات وتأثيرها المدمر على الشباب والمجتمع. ناس كتير في الشارع اتلمت حواليه ومش عارفين يعملوا له إيه. في النهاية حاولوا يرشوا عليه مية يمكن يفوق، لكن رد فعله كان صعب قوي وبيطلع أصوات غريبة وبيترمي في الأرض. واحد نشر الفيديو وعلق عليه وقال: فيديو بيوثق تعاطي شاب مخدر الآيس والشابو في منطقة فيصل محافظة الجيزة. وبكل أسف المخدرات ضربت شباب كتير، وتحديدا الشابو والآيس. تخيل انت كشاب تدمر نفسك بنفسك وتحول نفسك من بني آدم ربنا كرمه، تحول نفسك لكلب مرمي في الشارع بدون إرادة، والناس تتفرج عليك بالشكل ده. أيوة، الشابو والآيس موجودين حالياً في كل مكان، والمخدرات ضربت شباب كتير. نتمنى من الشرطة في كل مكان في مصر وفي جميع المراكز والقرى بشكل خاص، القرى اللي مليانة، الحقوا الشباب. الشباب بتتدمر، والمفروض الشعب نفسه يساعد الشرطة للقبض على كل مروجين المخدرات. لما تعرف إن في حد بيبيع مخدرات بلغ فوراً عنه وانقذ بلدك وشباب بلدك، لأن في النهاية كلنا هندفع الثمن. السرقة بتزيد والجريمة كمان بتزيد بسبب المخدرات في النهاية.